السلام عليكم الفاميلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. على بركة الله نبداو القصة ديالنا اللي غادي تدينا اليوم لمصر. القصة البطلة ديالها اولا الضحية ديالها هي روجينا المصرية. هاد البنت هادي سميتها روجينا، عندها 5 سنين فقط، يعني طفلة صغيرة في عمرها 5 سنين. لقاوها مسكينة جثة باردة، مدورينها في واحد التو في محافظة الدقهلية في مصر، حاطينها حدا القوات ديال الصرف الصحي. لقاوها الناس كانوا دايزين من تمايا، فاتصلوا بالامن. جاو هزوا الجثة داوها للطب الشرعي باش يدار ليها التشريح ويعرفوا باش ماتت وكيفاش تقتلات واش من وقت واشنو سبب الوفاة. هنا غتكون صدمة ديال التشريح طبي واللي وقع لهاد البنت هادي عمرك في حياتك ما كنتي غتخيلو. نجيو للقصة بالتفاصيل ديالها. فوقعت في 2022 في محافظة الدقهلية. مني لقاو الجثة ديال البنت روجينا وصيفطوها للطب الشرعي. في الامن هنا غيقلبوا كاع الكاميرات ديال المراقبه اللي كاينين في داك الشارع كامل وفي المنطقه كلها، باش يعرفوا شكون هذا اللي دار هاد الشيء. وفي نفس الوقت رجعوا كيقلبوا على الحالات الاختفاء اللي بلغوا عليهم الاهل ديال الناس اللي تضروا لهم الاطفال الصغار، وعلى اللي كيقلبوا على بنت في عمر هاد البنت هادي اللي لقاوها دابا. ولكن في القسم ديال البلاغات ديال الاختفاء ديال الاطفال ما لقاوش نهائيا نفس المواصفات ديال هاد البنت هادي كاع، اللي هي بنت غتكون ما بين 4 سنين و5 سنين. وما نقولش لكم باللي هاد البنت هادي كانت آية في الجمال، وكانت لابسة حوايجها كاملين، يعني اللي لا حارة لا حاب حوايجها كاملين ما حيد لها حتى شي حاجة. هنا غيبداو التحريات باش يعرفوا الحيتيات والملابسات ديال هاد القضية هادي. مني بداو كيفرغوا في محتوى الكاميرات اللي كاينين تما في هذاك الشارع وهذيك المنطقة في لقاو الجثة. غيلاحظوا بالضبط في الوقت ديال مع 11 ديال الليل بانه جات واحد السياره طوموبيل نفس البلاصه، وهبطوا منها 2 رجال وحلوا الكفر ديال الطوموبيل وهزوا البنت ولاحوها تما فين لقاوها الناس. ولكن حتى حد ما تعرف على ديك البنت، وفي نفس الوقت ما كاينش حتى بلاغ باختفاء طفله بنفس مواصفات روجينا. فقالوا البوليس باللي احتمال كبير انها ماشي من نفس المحافظة فين لقاوها، يعني غتكون من محافظة اخرى. وهادشي اللي تأكدوا منه مني تبعوا تحركات الطوموبيل اللي لاحتها بالليل. لاحظوا انه ملي تبعوا التحركات ديال الطوموبيل لاحظوا بان الطوموبيل رجعات لمحافظة القاهرة، وهادشي كيعني باللي الجريمة وقعت في القاهرة ماشي في الدقهلية في لقاو الجثة. هنا خرجت نتيجة الطب الشرعي اللي كيقول باللي البنت تعرضت للتعذيب بزاف قبل ما تموت، وباللي فيها حروق كثيرة ديال الكارو، يعني هذا اللي كان كيعذبها كان كيطفي فيها الكارو، وكان كيحرقها كذلك بالمواس سخان وحتى بالمعالق ديال الماكله، يعني تكرفسوا عليها بالمزيان. بنت ديال 5 سنين عباد الله شنو عارفه باش تحرقها بهذه الطريقه هذه. وقالوا في التقرير باللي ماتت نتيجه نقص الاكسجين، يعني ماشي داك الحريق هو اللي قتلها، وانما الاكسجين صافي تخنقات وما بقاش الاكسجين كيوصل للدماغ ديالها، وباللي كان مسدود عليها في بلاصه ما فيهاش اكسجين لواحد الوقت اللي هو طويل. بقات شي بلاصه اللي ما فيهاش الاكسجين واحد المده اللي هي طويله بزاف، وباللي مني لقاوها مازال ما دازتش على الموت ديالها 24 ساعه. والمفاجاه الثانيه اللي عرفوا ان الطوموبيل اللي لاحتها كانت غير مسروقه، يعني هادو اللي جابوها بهذيك الطوموبيل ولاحوها يعني راه غير سرقوا هذيك الطوموبيل لاحوا البنت بها.
كيقضيو بها الغرض ديالهم. في نفس الوقت البوليس كيقلبوا في المحافظات الاخرين. البوليس بطبيعه الحال كيتصلوا بيناتهم وكيسولوا واش كاين شي بلاغ بنفس المواصفات ديال هاد البنت هذه اللي لقاو. وبالفعل لقاو بلاغ في محافظة الجيزة ان واحد الاب كيقلب على بنته هذه 10 ايام باش تختفات، وكيقلب عليها، وان المواصفات اللي عطاهم نفس مواصفات هاد البنت هذه اللي لقاو. خداو التصاور للبنت اللي لقاو ميته، واتصلوا بالسيد اللي دار بلاغ باش يجي يشوف واش بنته هذيك. وبالفعل فاش وراوه التصاور لقاها باللي بنته، وباللي توضرات ليه وما لقاهاش. داكشي علاش دار بلاغ بالاختفاء ديالها. وبلي هو ومراته عطاو معلومه مهمه انه هو ومراته راه مطلقين ومفارقين، وباللي البنت سميتها روجينا. هنا البوليس قالوا وقيله، شكوا انه وقيله من الوالدين مفارقين هاد الشيء هذا ما يكون جا غير من شي واحد فيهم هو اللي تسبب في الموت ديال روجينا. يعني ملي تفرقوا بغاو حتى البنت يتهناو منها. نرجعوا لدوك جوج رجال اللي لاحوا البنت من الطوموبيل. فبالتحريات ديال البوليس قدروا انهم يتعرفوا عليهم وشدوهم، وعرفوا منهم انهم من خلال التحقيقات انهم من عصابة كبيرة كيسرقوا الطوموبيلات اللي كتخدم على التطبيقات باش يجي ليك فيما كنتي ويديك فيما بغيتي. يعني انهم كيدخلوا الانترنت شي ابليكاسيون ديال بحال الطاكسي، كتقول ليه بغيت تجي لبلاصه الفلانيه، كيجي كيديك وكتخلص بحال الا خلصتي الطاكسي. فهما غير كيديروا هذاك، كيعيطوا على شي حد كيجي لهم ملي كيوصل عندهم، وما كيعرفوا كيفاش يتخلصوا من هذاك الشخص بالطريقه ديالهم، فكيستوليو ليه على الطوموبيل ديالو وكيديوها ليه. ولكن اللغز هنا اشنو اللي خلاهم يسرقوا ديك الطوموبيل ويقتلوا طفلة صغيرة بعمر 5 سنين. ومني زيروهم البوليس بالمزيان اعترفوا باللي اللي طلب منهم يديروا هاد الشيء هو زعيم هذيك العصابة اللي مخدمهم عنده. زعيم هاد العصابة هذا سميتو محمد. وهاد جوج رجال اللي شدوا وراوهم البلاصه فين كاين هاد محمد، وعطاوهم حتى الاسرار ديال ديك العصابه وكيفاش كيخدموا وكيفاش غيوصلوا لهاد محمد. فالبوليس مشاو لديك البلاصه اللي عطاوهم دوك جوج الاشخاص. مني وصلوا للمنزل اللي عطاوهم العنوان اللي عطاوهم، لقاو داك محمد. والمفاجأة أنه لقاو معاه الأم ديال الطفلة روجينا، ولقاو حتى مرا أخرى اللي هي مرات داك محمد، ولقاو حتى أخ محمد ومراته حتى هي، ولقاوهم عايشين كلهم في نفس المنزل. وبلي هما كلهم عصابة اللي كتشفر الطوموبيلات. هاد الأشخاص هادو اللي ذكرت هما نفسهم اللي كيكونوا هذيك العصابة. نرجعوا لشيماء اللي هي عنصر من العصابة، وهاد شيماء هذه هي الأم ديال روجينا. فمني طلقات شيماء من راجلها هي مع من بقات روجينا، هي الأم ديالها وهي مع من بقات. فأي بلاصة كتمشي ليها شيماء كتدي معها بنتها. فحتى مني تعرفت شيماء على هاد العصابة هذه كانت ديما كتجيبها معاها لعندهم. ومني كيتجمعوا هاد العصابة هادي كيديروا كاع المحرمات. واحد النهار مرت داك محمد زعيم العصابة اقترحت عليهم يديروا حفل جنسي جماعي كلهم مع بعضياتهم في نفس الدار. كل شي وافق، وحتى ديك شيماء ام رجينا وافقات وجابت معاها حتى بنتها اللي كانت كتشوف داك المنكر مباشرة. فروجينا بنت صغيرة واللي شافتو كدير بحالو مع اولاد العائلة. مني كتمشي مع امها عند عائلتها كتبقى تلعب وكتبقى تشطح وكتبقى دير نفس داكشي اللي كدير امها مع ديك العصابة.
فالام شيماء ردت البال لبنتها بانه كتقلدها، وخافت انها تفضحها مع العائله ديالها، والعائله من طبيعه الحال شكو باللي البنت كدير غير داكشي اللي شافت امها كديرو. يعني الام متهمه انها خرجت الطريق. شيماء خافت وقالت اش غدير ما غدير، قالت غادي نمشي عند زعيم العصابه ونستشر معاه ونقول ليه شنو كاين. وهو بالخبث ديالو وبالشيطان اللي فيه قال ليه، وعدها انه غادي يتصرف في هذا الموضوع هذا ديال بنتها روجينا. فبدا كيعذب هاد البنت هادي، كيطفي فيها الكارو في الجسم ديالها كامل كما قلنا، كيهز المعلقه وكيسخنها وكيبدا يحرقها بها في الذات ديالها كامله. وهذا الشيء راه قدام العينين ديال امها شيماء وقدام افراد العصابه كامله. يعني كلهم افراد العصابه كيشوفوا ديك البنت كتعذب يوميا وكتاكل العصا وكيحرقها، ولا واحد فيهم بقات فيه هاد البنيه هذه الصغيره. وهذا الشيء كما قلت لكم بموافقه الام ديالها اللي كتشوف القطعه من فلذة الكبد ديالها كتعذب بشكل يومي. ولكن البنت مسكينه ما كانتش عارفه شنو هو السبب اللي خلاهم كيعذبوها هذاك العذاب، وعلاش كتاكل هذيك العصا وعلاش كتحرق. بقات مسكينه على هاد الحاله كتقلد داكشي اللي كتشوف امها كديرو، حتى لواحد النهار كانوا مجموعين على داك المنكر والبنت كتلعب وكدير لهم صداع ما خلاتهمش فرحتهم. فتعصب داك المفسد ديال زعيم العصابه اللي سميتو محمد، وقرر انه يتهنى منها في مره وبموافقه شيماء امها. عذب البنت عاوتاني حرقها والعصا والضرب، وقال دوك جوج رجال يحطوها في كفر ديال الطوموبيل ويسدوا عليها وهي ما ميتاش، وخلاوها تما في الكفر ديال الطوموبيل 6 سوايع كامله. فقبل ما نكمل لكم القصه كنتمنى انكم تدعموني بجيم والتعليق ديالكم، وشكرا لكم. خلينا انه البنت ما ميتاش وخلاوها في الكفر ديال الطوموبيل 6 سوايع كامله. بعد 6 سوايع حلوا الكفر لقاو البنت مازال عايشه، قالوا راه غيحلوا الكفر غادي يلقاوها ميته. ولكن البنت مسكينه 6 سوايع ديال انها ناعسه في الكفر، يعني راه كانت في واحد الحاله ديال العيال اللي كانت عيانه بزاف، وسدوا عليها عاوتاني وخلاوها بزاف ديال الوقت تما. فاش رجعوا المره الثانيه صافي لقاوها مسكينه ماتت وسلمت الروح ديالها للخالق ديالها. مني عرفوا باللي البنت ماتت قال لهم داك الزعيم ديالهم ديوها لهذيك المدينه اللي كاينه في ما عرفتش شنو هي ديك السميه ديال ديك المدينه صراحه، واحد المدينه كاينه في محافظه ديال الدقهليه، ولوحوها فيها. فعلا داروا داكشي اللي كان بموافقه شيماء امها. خلال المحاكمه ديال العصابه عرفتي القاضي راه كاينين الفيديوهات كيقول القاضي كيسول القاضي الام ديالها شيماء كيقول لها واش نتي متاكده باللي هذه بنتك، متاكده نيت باللي نتي امها؟ ولكن هي سبحان الله العظيم بين الشر في وجهها، بين الحرام في وجهها، بين الخبث في وجهها، وحكموا عليها بالاعدام هي وزعيم العصابه. خداو الاعدام بجوج بهم، وهذوك الاعضاء الاخرين اعطاهم الاحكام اللي هي مشدده بزاف. فالبنت الله يرحمها فهي طير من طيور الجنه، والمجرمين من طبيعه الحال لهلا يرحمهم ولهلا يورينا بحالهم ولهلا يلاقينا مع بحالهم. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يصبر الاب ديال روجينا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.